واستخدمت تلت الكوباية سكر بودر، ضفت قدها زيت، يعني كمية الزيت بتبقى نفس كمية السكر. يعني لو حابة تزودي الكمية وتخليها نص الكوباية سكر بودر هتضيفي برضو قدها نص الكوباية زيت، او كوباية سكر بودر هتضيفي برضو قصادها كوباية من الزيت. وضفت عليهم نقطتين من الفانيليا السايلة او كمان بودر لو حابة. قلبتهم كويس السكر مع الزيت الاول لحد ما بقى معانا لونه فاتح بالشكل ده، وبعدين ضفت معلقة صغيرة ممسوحة، يعني معلقة صغيرة مش مليانة، من البيكنج باودر، وبدأت انزل بالدقيق. نزلت بنص كوباية من الدقيق، معايا هنا كوباية دقيق بنزل بيها بالتدريج، اخدت معايا حوالي نص كوباية. يعني بتضيفي الدقيق كده بالتدريج لحد ما تاخد معاكي العجينة وتتشكل. زي ما شايفين بنقلب العجينة كده مش بنعجنها، البسكوت طبعا بنقلبه مش بنعجنه. وهنلم العجينة بالدقيق لحد ما تكون معانا مش بتلزق، بس في نفس الوقت كده بتكون لينة وطرية. وجمعت العجينة بالشكل ده، زودت بس شوية دقيق عشان الم بالعجينة. وعلى طول نبدأ بتشكيل البسكوت. هنبدأ بقى نجيب صاج او صينية وهشكل فيه البسكوت. باخد كده العجينة، باخد كده قطع صغيرة بعملها كده على شكل طولي، وبالشوكة بضغط عليها ضغطة بسيطة، يعني تزيين بسيط كده زي ما شايفين. اهم حاجة بس صغري في حجم البسكوت، عشان طبعا هو لسه فيه بيكنج باودر ولسه هيرتفع او هيكبر حجمه في الفرن. خلصت الكمية بالشكل ده، نبدأ بقى ندخله الفرن على درجة حرارة متوسطة او 170 على الرف الاوسط. مش بياخد وقت طبعا، زي ما شايفين الكمية مش كتير. لما يبدأ ياخد لون من تحت تبدأي تخرجيه على طول، ما تحركيهوش من الصينية وهو لسه سخن، سيبيه يهدى الاول ويبرد، بعدين ابدأي حركيه لانه بيبقى بسكوت ناعم جدا ودايب. وزي ما شايفين كده بعد ما خرج من الفرن طبعا سيبته يبرد الاول، وهنبدأ بقى نزينه كده تزيين بسيط. دوبت شوية من الشوكولاتة على بخار مية، وبدأت احط كده البسكوت، جزء من البسكوت كده في الشوكولاتة، وبحطها بقى على كيس تلاجة. نسيبها الاول تبرد وهتبقى معانا بالشكل ده. طبعا تحفة جدا زي ما شايفين، شكله حلو قوي وكمان طعمه حلو جدا. انا كمان عاملة كمية صغيرة، يعني بنص كوباية دقيق عمل معانا برضو كمية كويسة كده من البسكوت. يعني ما كلفناش حاجة خالص، يعني نص كوباية دقيق على نص كوباية زيت او اقل كمان على شوية سكر، وعملنا بيهم حاجة حلوة جنب كوباية الشاي، سهلة وسريعة جدا. حابة بقى تزودي الكمية ضعفي المقادير وهيطلع معاكي تحفة. زي ما شايفين شكله تحفة جدا، كمان طعمه حلو قوي، والبسكوتة ناعمة جدا وبتدوب معانا، يعني كأننا ضايفين فيها بيض بالظبط. وكمان اقتصادي جدا ومش مكلف، جربوا واعملوه هيعجبكم قوي. الوصفة بقى اللي معانا بعد كده، جبت الخلاط، ضفت فيه كوباية من السكر وكوباية من اللبن وكمان كوباية من الزيت، وهنضربهم في الخلاط كويس جدا. ضفت كمان عليهم نقطتين من الفانيليا، وهنضرب الخليط لحد ما يبقى معانا لونه فاتح، ونتأكد ان المكونات اختلطت مع بعض كويس. زي ما شايفين كده الخليط لونه فاتح بالشكل ده. هبدأ بقى اضيفه كده في بولة، وهضيف عليه رشة بسيطة من الملح، وهضيف كمان معلقة كبيرة ممسوحة يعني مش مليانة من البيكنج باودر، وهقلب كويس. وهنبدأ بقى ننزل بالدقيق، واستخدمت نص كيلو من الدقيق. هبدأ انزل بيه بالتدريج شوية بشوية، وابدأ الم كده العجينة. مش بنعجن طبعا زي ما قلنا، احنا بنلم العجينة كده وبنبدأ ننزل بالدقيق بالتدريج. استخدمت نص كيلو، وهقلب الخليط كويس. هنبدأ بقى نلم العجينة كده بايدينا ونشكلها. لو لقيتي العجينة بتلزق معاكي بزيادة بتضيفي لها كده معلقة بمعلقة من الدقيق. بس النص كيلو كده كان مظبوط على المقدار ده. قلبت العجينة ولميتها بالشكل ده. العجينة كده بتكون لينة بس طبعا مش بتلزق. وده شكل العجينة معانا. بنختبرها طبعا بايدينا التانية اللي بتكون نضيفة، لانها مش بتلزق. خلاص كده العجينة بتبقى جاهزة معانا، ونبدأ بقى نشكل البسكوت. جبت طبق تاني او بولة تانية فيها سمسم، بسكوت هنعمله النهاردة بالسمسم. واستخدمت قطعة من العجين بكورها على ايدي بالشكل ده، قطعة كده صغيرة، وبحطها في السمسم عشان يلزق عليها بالشكل ده. وبعدين بضغط عليها كده في الصينية. اهم حاجة في البسكوت ده ان تكون الطبقة بتاعته رقيقة جدا، يعني تضغطي كده عليه بالشكل ده. لكن طبعا لو سبتيها طبقة سميكة مش هيكون مقرمش معاكي وهيبقى زي القرص، وعشان كده بنخليها طبقة رقيقة من البسكوت. طبعا بتسيبي مسافة بين كل واحدة والتانية. وخلصت الكمية كلها. طبعا البسكوت ده بيرمي معانا كمية حلوة جدا، يعني بنص كيلو من الدقيق عملنا كمية كويسة جدا من البسكوت. وهبدأ بقى ادخل اول صاج او صينية شكلتها الفرن على درجة حرارة متوسطة او 170، اقل من المتوسطة بشوية، عشان البسكوت يقرمش معاكي. طبعا اول ما بياخد لون من تحت تبدأي بقى تخرجيه. لو حابة كمان تديله لون تحت الشواية زي ما تحبي، تسيبيه شوية في الصينية يبرد، هتلاقيه بدأ يقرمش معاكي ويبقى بالشكل ده. وده كده شكل البسكوت معانا بعد ما خرج من الفرن، تحفة جدا. وزي ما شايفينه كده اخد لون حلو جدا، كمان مقرمش وكريسبي كده زي ما شايفين. اهم حاجه زي ما قلنا تخلي طبقه البسكوت رقيقه. البسكوت طعمه حلو جدا وسهل وسريع في الخلاط زي ما شفنا. جربوا واعملوه هيعجبكم قوي. ندخل على وصفه البسكوت اللي معانا بعد كده. هنستخدم برضو الخلاط، هضيف فيه كوبايه من الزيت وكمان كوبايه من السكر
وهضرب الزيت مع السكر كويس جدا في الخلاط لحد ما نتأكد ان السكر داب معانا والخليط يبقى معانا لونه فاتح. لازم تتأكدي ان الخليط داب معانا كويس والسكر معانا داب والخليط بقى لونه فاتح بالشكل ده زي ما شايفين كده. وبعد ما ضربنا كوباية السكر وكوباية الزيت هنبدأ ننزل ببيضتين يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، ضفت عليهم فانيليا وهبدأ اضرب الخليط تاني لحد ما نتأكد ان المكونات كلها دابت. وهنبدأ نضيف نص كوباية من عصير المانجا. عصير المانجا ده يعني مش ضايفين عليه اي ميه، عصير بيوريه، وهنضربه كويس مع المكونات. طبعا لو مش حابه بقى تضيفي عصير المانجا تستبدليه بنص كوبايه من الحليب او نص كوبايه من عصير البرتقال زي ما تحبي، بس حبينا النهارده يبقى بطريقه مختلفه يكون بطعم او نكهه المانجا. وجهزت بوله فيها نص كيلو من الدقيق، ضفت عليه 3 معالق كبار من النشا ومعلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر ورشه بسيطه من الملح، وقلبت المكونات دي وهبدا بقى انزل بالخليط السائل اللي احنا ضربناه في الخلاط. هنقلبه كده بالمعلقه زي ما شايفين، سهل طبعا وبسيط زي ما شايفين كده بالمعلقه لحد ما نلاقي القوام معانا بقى مظبوط. طبعا لقيتي العجينه بتلزق قوي بتضيفي لها معلقه بمعلقه كده من الدقيق، لكن طبعا لو لقيتيها متماسكه بزياده بتضيفي شويه برده من عصير المانجا. انا لقيتها كده بتلزق قوي، ضفت لها معلقه او معلقتين كده من الدقيق مع التقليب. البسكوت طبعا مش بنعجن، احنا بنقلبه لحد ما تتكون معانا العجينه وتتشكل. عجينه البسكوت دي عايزينها تكون بتلزق شويه زي ما شايفين كده، هي بتلزق عشان طبعا احنا هنستخدم الكيس الحلواني. لكن طبعا لو هتستخدمي المكنه بتاعه البسكوت بتزودي بقى نسبه الدقيق شويه عشان العجينه معاكي تبقى متماسكه. وبدات اضيف العجينه في كيس الحلواني زي ما شايفين كده. طبعا مش بتحطي كميه كتير عشان تسهل معاكي. ده شكل العجينه معانا بتنزل بسهوله طبعا عشان احنا خلينا العجينه تكون بتلزق شويه زي ما قلنا. وهنبدا بقى نجيب صاج او صينيه مش دهنينه اي حاجه، وهنبدا بتشكيل البسكوت بالطريقه دي. بقطع كده بالسكينه عشان تسهل معانا وتخليها كلها كده مقاس واحد. طبعا بقى هخلص كل الكميه بنفس الطريقه. وطبعا زي ما قلنا حابه تستخدمي مكنه البسكوت بتزودي بقى شويه من الدقيق عشان العجينه معاكي تبقى متماسكه وتقدري تشكلي بيها البسكوت في المكنه. خلصت الكميه ما شاء الله، عمل معايا الثلاث صاجات دول. وهنبدا بقى ندخلها الفرن على درجه حراره متوسطه، اقل كده من درجه حراره الكيك بشويه. بحطها كده على الرف اللي في النص، لما يبدا ياخد معانا لون من تحت تبداي تشغلي عليه الشوايه. ودي كميه البسكوت اللي طلعت معانا بنص كيلو من الدقيق، عمل معانا كميه كويسه جدا من البسكوت زي ما شايفين. قدمنا بقى معاه كده عصير مانجا، بما اننا كده عاملين البسكوت بالمانجا تحفه جدا زي ما شايفينه كده ما شاء الله، حلو جدا خفيف كده ومقرمش، وكمان طعمه حلو قوي سهل وسريع ما اخدش معانا وقت، وكمان اقتصادي عملناه بالزيت وكمان في الخلاط. كل انواع البسكوت النهارده اللي قدمناها مع بعض اقتصاديه وكمان سهله وسريعه. جربوها ان شاء الله تعجبكم، تنفعكم كتير جنب كوبايه الشاي في الفطار او العشاء او حاجه كده حلوه بين الوجبات. كمان تنفعكم كتير في اللانش بوكس للمدرسه. افكار جميله جدا، اتمنى تكون عجبتكم وتجربوها وتقولوا رايكم فيها. ما تنسوش لايك للفيديو واشتركوا كمان في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد. استنوني فيديوهات جديده ان شاء الله. اسيبكم في رعايه الله، سلام عليكم.